شكرا محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد الاستثنائي، هذا الموعد بالطابع العربي المغربي، في أجواء عالمية، في أجواء خيالية، في أجواء مثالية في استاد الثمامة. بالأمس كنا شاهدين على انتصار تاريخي للمنتخب المغربي، هنا كان الفوز بالثنائية على الشياطين الحمر منتخب بلجيكا، واليوم نتطلع لانتصار جديد وعبور نحو الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ المنتخب المغربي. نعم، امال العرب معقود على المنتخب المغربي للمرور الى الدور القادم ومواصلة المشوار بعزيمة الرجال وكذلك بهتافات ومؤازرة الجماهير سنحقق المراد. اليوم المنتخب المغربي مشاهدينا الكرام الحمد لله على عودة ياسين بونو في حراسة المرمى، شيء مهم جدا مع الدور الكبير الذي قام به منير المحمدي في اللقاء الماضي. اشرف حكيمي اليوم موجود رغم انه اصيب في المباراة الماضية، لم يكمل اللقاء الماضي، ولكن هنا رسائل اطمئنان من الطاقم. بسم الله على بركة الله، توكلنا على الله في مباراة من اجل العبور الى الدور الثمن النهائي. تمشي كرة مغربية، الكثيرون من اشرف حكيمي مرة اخرى، زياش العرضية بالراس، مرت الانذار الاول، الومضة الاولى بالنسبة للمنتخب المغربي. حذر من التسديدة بعد ذلك، ولكنها هنا لا زالت مغربية. جول 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 جول. ارفع راسك انت مغربي، ارفع راسك انت مغربي، عليها محلاها الراية المغربية، عليها محلاها الراية المغربية. 1-0، المغاربة يستفسدون، المغاربة يسجلون، المغاربة يفتحون الابواب نحو الدور الثامن النهائي ان شاء الله. هذه البداية وما زال هات الصورة يا مخرج المباراة، هو الفنان، هو الرسام، هو المبدع. زياش يا حبة المشماش، زياش يا حبة المشماش. ايام الهداف التاريخي للصابيري، الصابيري الشباك لا زالت مغربياش. حكيم زياش يرفع، حارس في الضربات الراسية الصابيري، نعم الصابيري زياش يرفع ودي بالرابط العرضية. مرت السلامة على كرة كانت صعبة جدا على مرمى الحارس ياسين بونو. أول خرجة هجومية وأول تنشيط الجبهة الدفاعية من طرف اللاعب نايف أكرد. يا زياش، عالم يا زياش، يلا يا زياش، 1-1، يلا يا زياش، مرر زياش في دار المدافعين، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، الله أكبر، جول مغربي، جول مغربي. التاريخ يكتب من جديد، التاريخ يكتب من جديد. يوسف نصيري، الله ينصرك يا نصيري، الله ينصرك يا نصيري، ينصر دينك يا نصيري على الجول، ينصر دينك يا نصيري على الجول. تهتز المدرجات، استيريا 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 في استاد الثمامة. يوسف نصيري دخل التاريخ، دخل التاريخ، أول لاعب مغربي يسجل في كأسين عالميتين، أول لاعب مغربي يسجل في نسختين، هكذا يكتب على الجهة اليمنى. 2-0. سيد عندك يا رومان، عندك يا رومان يا سيد. الإفلام من طرف المدرب وليد الركراكي في الأربعة الآن، والتمريرة فيها تسلل. الثالث كان قريب، يعني في السنوات الماضية. يلا ممكن عرضية خطيرة، هذه كرة خطيرة، صعبة هذه الكرة في نهاية المطاف الشباك، في نهاية المطاف الشباك. هدفان مقابل هدف واحد. اعتقد بالنيران الصديقة، ياسين يا بونو نايف أكرد. معلش لازلنا متفوقين، معلش كنا نتمنى نتفادى هذا الهدف مع اقتراب نهاية شوط المباراة الأول. تشوف المرور بهذه الكيفية، هدف ضد مرمانا في عن طريق لاعب هويلو.
ياسين 0-0 مع اقتراب نهاية الجولة الأولى. يرفع كرة زياش وبالراس وصادت جول. في اللقطة الماضية والحكم يقول لا الانتصار ولا شيء غير الانتصار. بعيد على نهاية الشوط المباراتي الأول من أجل المرور إلى الدور الثاني بحول الله. هنا ضربة البداية، توكلنا على الله، بسم الله ينطلق شوط المباراتي الثاني. هدفان مقابل هدف واحد مع نهاية شوط المرادين برباعية، وكان هذاك زياش من زياش مرر يا زياش، يلا جول يلا جول. حكيم ضعف وبالتالي وجب استغلاله كما استغلينا الأخطاء من الجهة اليمنى. يا سلام يا نصيري، فيها صافرة، فيها صافرة وبطاقة صفراء. وليد الركراكي يطلب الآن الحمد لله سلبي للمنتخب الكندي. هنا بوفال يرتكب مخالفة، حكم يقول له ارتكبت مخالفة، معلش هدوءك يا بوفال. الجانبية مرفوعة الكرة مرة جانبية. السلام 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 على كرة صعبة، السلام على كرة صعبة لأنه كان أي واحد ممكن يلمسها. هنا على مستوى القائم الثاني الحمد لله أن اللاعب لارين وصل. انطلاقة من هويلات خطيرة. هذه الكرات الصعبة، هذه الكرات الصعبة اللي لازم الحذر منها. هذه مرت سلامات على مرمى ياسين بونو. شوف الإعادة، هنا كان في دفع واضح، هنا كان. هذا وبعد فوز المنتخب المغربي على نظيره المنتخب الكندي في الجولة الثالثة ضمن إطار منافسة كأس العالم قطر 2022، يضمن أسود الأطلس تأهلهم رسميا إلى الدور الثاني في انتظار المواجهة إما إسبانيا أو ألمانيا أو اليابان أو كوستاريكا.